مرحبا حبايب، صباح الخير على عيونكم الحلوين. إن شاء الله كلكم خير وصحة وسلامة. بعدني بالبصرة ومستمر العمل، وهنا البنات طلبوا من عندي أسوي لهم كليتشة. طبعا أنا ما صورت كل مراحل الكليتشة لأن موجودة كل المواصفات وطريقة العمل عندي بالقناة، تقدرون تبحثون عنها على الفيديوهات، تكتبون كليتشة تطلع لكم الكليتشة بكل مواصفاتها وكل مقاديرها. وهنا ويا الحبيبات ويا الحفيدات دا أشتغل الكليتشة وحبوا ياكلوها من ايدي. ان شاء الله ساهمكم العافية. هنا تقريبا عجنتها وكملت، تعطي تعليمات للبنات. يلا أنا بعدني بالبصرة، وإن شاء الله أيام خير وصحة وسلامة على الجميع. اللي يحب يشترك ويانا بالقناة أهلا وسهلا ونرحب بيه، وأشكر كل الحبايب والأصدقاء والمتابعين الجدد اللي اشتركوا بالقناة، وشكرا لإعجاباتكم وتعليقاتكم الحلوة. طبعا بهذه الأيام اللي أنا متواجدة بيها بالبصرة، وبعد مرور يعني تقريبا 9 سنوات، يعني كثير من الحبايب الأخوات والبنات الأخوة وبنات الخوات كلهم زاروني وملتهية وياهم الحقيقة. وأحلى شي بنات أختي لما إجوني، ووحدة من عندهم كان عيد ميلادها واحتفلنا بعيد ميلادها سوا، وكانت فرحة كبيرة بالنسبة لي والله حقيقة. يعني راح تشوفون باللقطات لقطة صغيرة لأن ما أقدر أطلعهم كلهم، ما يقبلون يطلعون بالكاميرا. لقطة صغيرة من عيد ميلاد بنت أختي، وكل عام وهي بصحة وسلامة وخير إن شاء الله. وطبعا كل يوم أو بين يوم ويوم أطلع لي بمكان أزوره وأشوف معالم البصرة اللي تغيرت هواية. حقيقة هواية تغيير أكو بالبصرة، وهذا شيء مفرح للغاية، وإن شاء الله نحو التطور أكثر. طلعت اليوم هنا عندي الساحة، هذه شارع الفراهيدي، هو شارع الثقافة والكتاب ولقاء المثقفين والمبدعين. هاي هنا بالساحة قبل الشارع قعدنا لقطة صغيرة، يعني استراحة صغيرة، وانطلقنا إلى شارع الفراهيد. الشي الحلو انه شوفوا شبابنا الحلوين، عندنا شباب حلوين عندهم الروح الفنية والروح الموسيقية، يعني يدندنون ويغنون، وهذا الشي مفرح وموجود عندنا بأوروبا، موجود بكثرة. هذه خليكم ويانا بشارع الفراهيدي. طبعا هو الوقت متأخر بالليل، تقريبا الساعة بال10:30 11 حاليا. وهنا اكو عندنا كثير من الخدمات، خدمات المأكولات الشعبية موجودة، فالشي يعني حلو. اللي يجي يزور المكان ممكن انه
يسترزقون من عنده، وهذا موجود أيضا بكل دول العالم، يعني ما بيها ما نقدر نناقش هذا الموضوع، موجود بكل دول العالم، وهو فد شي جميل بكل بساطة وبكل أناقة. نساء ورجال يعملون حتى الليل أشياء متنوعة، حلويات، حتى الدولمة، حتى يعني كل شيء موجود، بالإضافة إلى الإكسسوارات والأعمال اليدوية الجميلة، والأرض نظيفة وحلوة، والناس طالعة رجال ونساء وشباب كلهم موجودين، يعني يتبادلون الحديث، يشترون الكتب، وهذا شيء جميل جدا. مساحة من النزهة، نزهة وفائدة. عجبني هذا المكان. طبعا الأكشاك والبسطات للكتب موجودة على الجانبين، فشي جميل. وهنا أكو مسرح حر، وهاي المكتبات، وأتمنى تكون بيها كتب أكثر، لأن طلبت أكثر من كتاب ما لقيت. شي حلو، شي حلو ما شاء الله. يعني العراق هم أهل الكتاب، هم أهل القراءة. العراق يقرأ، لبنان تطبع، مصر تكتب، يعني العراق هو اللي أكثر شي يقرأ. ولاحظت هذا حتى على الشباب، يعني الحمد لله أكو شباب يقرؤون رغم وجود الموبايلات والحياة الإلكترونية الحالية. طبعا نوعية الكتب بالفترة الأخيرة تغيرت، مو نفس نوعية الكتب اللي كنا نقرأها أيام التسعينات والألفينات والثمانينات. كثير مواضيع وعناوين تغيرت، بس يعني لا تعليق، بس اللي يدور عن كتاب مهم يلقاه حسب طلب المواطن نفسه. حلوة الكتب، عامرة يعني، الحمد لله والشكر. وأنا إجيت بوقت متأخر يعني من الليل، ومو نفس يوم اللي يكون بي مفتوح معرض الكتاب. هنا أنا طلبت بعض المسرحيات، الحقيقة ما لقيت مسرح هواية هنا، ما أعرف ليش. كتب المسرحيات قليلة، والتقيت بشخص صاحب مكتبة أعتقد، قال لي المسرحيات قليلة يعني، أو للأسف طبعا. مسرحي هو اصلا مسرحي؟ إيه. اي اوكي. عنده مسرح، وجاب ذاك امس جاب هواي. انت ما تلقين بين او لا؟ يعني ملابس الشخص وهويته تبقى بجيبه، بعدين الشخص ينتحر هو يشرد، بالهم هو الميت ياخذون
تعرف ياخذون بيته، ياخذون مؤلفاته، يصعدون باسمه بعدين يرجع. وإلى هنا تنتهي رحلتنا في شارع الفراهيدي، وإن شاء الله ألقاكم بشارع آخر بمكان آخر تغطية لما موجود في البصرة حالياً.
قبل ما أنتقل إلى بغداد. واللي وصل ويانا لحد الآن بهذا الفيديو لا ينسى الاشتراك والإعجاب بالقناة وتعليقاتكم الحلوة مثلكم حتى تكبر عائلتي بيكم، أنتم عائلتي الكبيرة. وأهلا وسهلا بالجميع، مع السلامة، ونلتقي مرة أخرى بفيديو آخر.